في يوم صلاح الدين الأيوبي كان رايح مشوار سيرا على الأقدام، ومش بتكلم عن صلاح الدين الأيوبي اللي حرر القدس، لا لا، ده مجرد تشابه أسماء. المهم صلاح شاف راجل راكب عجلة وقال في نفسه ياه راكب عجلة وأنا راكب رجليا، حظوظ. واللي راكب العجلة شاف واحد راكب موتوسيكل وقال في نفسه ياه راكب ومرتاح ويوصل مشواره في ثواني، أما أنا محتاج مجهود وعرق بقى، وعقبال ما أوصل مشواري يكون نفسي اتقطع. بينما اللي كان راكب الموتوسيكل شاف واحد راكب عربية وقال في نفسه ياه قافل الازاز ومشغل التكييف والدنيا رواق جوه، لا تقول لي تراب ولا حشرات تدخل في عينه، قاعد ومرتاح كانه قاعد في بيتهم ويوصل مشواره باشا. اما انا حاطط روحي على كفي لحد ما اوصل مشوار المسكين. واللي معاه عربيه بص كده على واحد راكب عربيه زيه ولكن معاه سواق خصوصي وقال في نفسه يا بختك ليك سواق خصوصي وانت قاعد ما انت ورا، ولا على بالك الطريق وهم السواقه والزحمه، اما انا قاعد على اعصابي وحالي حال. بينما الراجل اللي معاه سواق خصوصي ومأنتخ على الكنبه ورا شاف صلاح الدين الايوبي وهو ماشي على الطريق وقال في نفسه يا بختك ماشي على رجليك وانا قاعد مشلول مش قادر اتحرك من مكاني. حصلت معاك قبل كده انك تكون مبسوط وراضي وكل حاجه جواك ماشيه تمام، بس اول ما فتحت انستجرام او شفت صاحبك جاب عربيه جديده او شفت حد حقق حاجه انت لسه بتحاول فيها، فجاه كل حاجه جواك اتشقلبت، حسيت انك متاخر، انك ما عملتش اي حاجه، انك قليل كده، كانك كنت بتتنفس وفجاه حد خنقك. دي مش مشكلتك لوحدك، دي اسمها نظريه المقارنه الاجتماعيه. يعني ايه وايه حكايه الحرمان النسبي ده؟ اللي هنعرفه دلوقتي بشكل بسيط وحلو زيك. في تجربة شهيرة لعالم الاقتصاد السلوكي روبرت فرانك سألوا الناس سؤال بسيط لكنه مهم: تحب تكسب 100,000 دولار وكل زمايلك يكسبوا 50,000، ولا تكسب 110,000 لكن زمايلك يكسبوا 200,000؟ العقل والمنطق بيقول تختار ال 110,000 صح، لكن المفاجأة إن معظم الناس اختاروا ال 100,000. ليه؟ لأنهم مش عايزين يكونوا أقل من حد حتى لو هيكسبوا أكتر. عندهم التفوق النسبي أهم من الرفاهية المطلقة. يعني الناس ما بترتاحش لما تنجح، الناس بترتاح لما تحس إنها أنجح من غيرها. أنت متخيل إننا بنفضل نكون أفضل من غيرنا على إننا نكون أفضل لنفسنا؟ ده فخ يكسر رقبة أي حد. في دراسة نشرت سنة 1996 للباحثين أندرو كلارك وأندرو سوالد، اتضح من خلال الدراسة دي إن الناس اللي بيعيشوا جنب ناس أغنى منهم بيحسوا بتعاسة أكتر حتى لو رواتبهم كويسة، لأن عقلهم ما بيشوفش اللي عندهم، عقلهم مشغول باللي ناقصهم مقارنة بغيرهم. تشوف شاب هيموت على الموبايل أبو 5 كاميرات وهو مش بيحب التصوير أصلا، ولو جابه هتلاقيه بيعمل نفس الحاجات اللي كان بيعملها على موبايله القديم. هو ده بقى الحرمان النسبي. ببساطة لما تشوف خيارات أكتر أو ناس أكتر تبدأ تفكر في اللي ناقصك وتسأل نفسك طب ليه الحاجة دي مش عندنا؟ طب ايه اللي عملوه وانا ما عملتوش؟ طب اشمعنى؟ طيب ليه ضفر صباع رجله الشمال ألطف من ودني؟ وتدخل في دوامة وبقابلني في المريخ لو طلعت من الدوامة دي بحاجة. التحليل النفسي بيقول المقارنة بتسرق منك 3 حاجات: أولا رضاك عن نفسك، يعني تبدأ تستهين بإنجازاتك حتى لو كانت عظيمة. ثانيا تسرق منك طاقتك، يعني بدل ما تشتغل على نفسك تبدأ تراقب غيرك، فبالتالي تتعب وتتعقد وتوقف حتى لو كنت ماشي في الطريق الصح. ثالثا هويتك، يعني بتخليك تطارد حياة مش حياتك، فبالتالي ما تعرفش ولا هتعرف انت مين وعايز ايه. للخروج من الدوامة دي يا وحش اعرف نفسك اكتر، اكتب انجازاتك مهما كانت صغيرة، واعرف صفاتك الايجابية لتعزيز ثقتك بنفسك. قلل يا عم من استخدامك لمنصات التواصل الاجتماعي، استبدل المقارنة بالالهام. يعني بدل ما تحس انك قليل لما تشوف شخص ناجح اتعلم منه، اسأل نفسك ازاي استفيد من خبرات الاخرين. مارس الامتنان، يعني اكتب كل يوم 3 حاجات انت ممتن لوجودها في حياتك سواء كانت بسيطة او كبيرة، وممكن تمتلك حاجات مش بيمتلكها غيرك. ودور على قدوة حسنة، بطل تنتقد نفسك والناس وخليك حنين على نفسك اكتر من كده. ولازم تفهم كويس قوي ان الكمال باختصار انت محتاج تكون انت بس النسخة الافضل والاصدق والاقرب لقلبك الجميل. قول لي بقى ايه اجمل حاجة فيك؟ شاركنا في التعليقات، ولو حابب تدعمني اضغط لايك واشترك في القناة. سلام.